لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 806 لوانا كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بمبستي رزامندي رب العالمين وهبادار مئوي آزش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. بالخوش يستان لهلا سياقي وآتانك رب العالمين باز لقصي موسى دكا عليه الصلاة والسلام لقل بني إسرائيل ولقل فرعون لدواي أويكوا خواهی گەورە سبحانه وتعالى ئەوهم معزاتە لەسەر دەستی موسى عليه الصلاة والسلام نیشانی فرعون و مەلە و هەروەها قەومەکەیدا لە دوای ئەوەی ساحرەکانیش ئیمانیان هێنا بەڵام فرعون و هەروەها ئەو قەومە کافرەی و جنودەکانی کە لەگەڵیدان ئامادەنیندان بەو حەقەدا بنێن. ئیتر رب العالمین بە هەموو شێوەیەک لەگەڵیان دەبی تاوەکو بە هەموو ئوسلوبێک و شێوازێک هانیان بدالەوەی کەوا ئیمان بینن. لە دوای بینین ئەو معجزاتان کە ئیمان ناین جا خوای گەورە سبحانه وتعالى بە شێوازێکی تر دەفەرمی وەلەقەد بەلامی تەوکیدی قەسەمی و بە قەدی تەحقیق ئەخەذنا آل فرعون واتە آل فرعونمان بردن واتە عەزابماندان بە چ بالسنين وتبنبوني بقات قري ونقص من الثمرات نقصاني لبروبوم لعلهم يذكرون بلكو ببتماي اويكوا بندو آموشگاري ورقرنو بقرين او دان بو حقي دابنين. وكل تفسير سعدي دلي قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة. تأخوائي قول سبحانه وتعالى آتباز لو ذكا بچ شێوەیەک خوای گەورە سبحانه وتعالى هەڵسوکەوت دەکات لەگە ئالە فرعون لەو مدەی کۆتاییەکەوە هێشتا لە ناوچوون یەکجارچیان نەهاتیە أنها على عادته وسنته في الأمم. وەکو خوای گەورە سنەتی خوای گەورە لە تەعامل کردن و هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ ئومەتان ئەوهایە أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. سنەتی خوای گەورە وایە ئەو ئومەتێک کەوا ڕوو لە خراپەیە خوای گەورە سبحانه وتعالى هەوڵیان لەگەڵ دەدا ئەوەلان بە بەیانکردنی حەق لەسەر زمانی پێغەمبەران عەلەیهیمو الصەلاة وەسەلام و هەروەها لەسەر زمانی شوێنکەوتەی پێغەمبەران عەلەیهیمو الصەلاة وەسەلام. ئیتر ئەگەر هەر ئیمانیان نەینا ئەوجا خوای گەورە بە ناخۆشی بە بەئسا و ضەڕا واتە بە ناخۆشی لە جەستەیان و بە نەخۆشی لە جەستەیان و بە ناخۆشی لە کاروباریان خوای گەورە تاقییان دەکاتەوە مبتەلایان دەکات تاوەکو لە کاتی ناخۆشی ئەگەر ئینسانێک بەس فێتڕەی خاوێن بی ئەوە ڕوو لە خوا دەکات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وكل تفسير قاسمي دل أي بالجدب والقحط بالسنين وتبوشك صالي وبنهاتي إتر وكل معارج دل بالسنين يقال لغة أصابت القوم السنة كاتك لزمان عربي دانا أو قوم السنان هاتسر أي سنة القحط والجدب كواتا صالي نهات نبوني إنزال زراعات وهروها ودل الجميع على أن مصائب القحط والجدب في الزراعات الأرضية قد نزلت بعدة سنين كواتا بالسنين وتتسندين صال أو سنان هات سره أو سنان هات سواتات سندين صال أو نبونيان هات سري. ولما كان آل فرعون هم ملاك
ملاك معظم الأراضي الزراعية في مصر. إتر طبعا زور بي زوري زاوية كشتكالية كان لبردستي فرعون وآل فرعون بو لمصر، كانوا أعظم المتضررين بسنوات القحط التي أنزلها الله في مصر آن إذن. كواتا أو تنصالي كوا نبوني بو زرر مندي كم فرعون وآل فرعون بون أو سرما داراني كوا صلاة يم بسر همو ملتي مصر داقت بتايبتي زاوية كشتكالية كان همو إي أوان بو. ئیترخوای گەورە نەبوونی و باڵێن قات و قوڕینا دەسەریان تاوەکو بگەڕێنەوە چەندین ساڵیشی خایان و متەزەرری یەکەمیش ئەوان بوون. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وكل تفسير قاسمي دڵێ أي يتعظون تاوەکو پند و ئامۆژگاری وەربگرن فيرجع عما هم فيه من الكفر إلى أمر موسى تاوەکو بتەمای ئەوەی کەوە واز لو كفر بين كلا سريدان بين سر أو حقك وموسى هنا عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الشدة ترقق القلوب. أصل وكوال ناخوشي ونبوني ونهامتي طلقان نرم دكاتوا وترغب في الضراعة إلى الله تعالى. أصل وهاني وإنسان دكوا بلو خواي قول سبحانه وتعالى بقريته ودعابك وبباريته زليلي خوي نشان بدا. وكو زشمي دلي هلم قاسمي نقلي كرديا تدل الآية على أن الشدة والبؤس قد يكونان لطفا وصلاحا في الدين. كواتا نبوني وقات قريد زاروايا وكو لطف ورحمتك خواي قول دينيري تاوكو أو كسا ياخد أو قلو أو كومالقايا لدين بقرينوا. لذلك يعني لدين للان دين وإصلاح بنو بقرن ولا إخوائي قولا. لذلك قال لعلهم يذكرون لو إخوائي قولا فاني بالكم بتمايكوا فاندو آمجقاري ورقرن. ثم بين تعالى أنه مع ذلك المحن عليهم والشدائد يتر باشان إخوائي قولا سبحانه وتعالى بيان ذكا لقال أو محنتنا خوشياني كواهات السريان لم يزدادوا إلا تمردا وكفرا. سبحان الله. لقال أوهم تاخكرنا وقرسي كواب السريان هاد لقال أوقات قري كواب السريان هاد لبو إيكوا بقرينو بلام أوان زياتر سركش بون كفريان زياتري كر لو إخوة يقول لآتي دواتر دفرمي تيان دقو. فإذا جاءتهم الحسنة كاتكوا خوشية شيان بهات باسري قالوا لنا هذه أو لبو بخو مع الشاني أو أين تساك من بيت السري. وإن تصيبهم سيئة مصيبة الشيان بسر بهات با يطيروا بموسى ومن معه أو دانقو همو نقبتي موسى وأواني لقل موسانا شاني إيمج دقري والعياذ بالله. ألا إنما طائرهم عند الله آقادار بن أو كرد وخراباني كلوان دردتي دبيت نتيزي وإلنا أخوة سبحانه وتعالى أو ناخوشيان بسر بي ولكن أكثرهم لا يعلم بلام زور بيان أو حقتين آزانا. بلا وكلا تفسير قاسمي دل فإذا جاءت من حسنة أي الصحة والخصب كاتك وصحتيان خوش با صال هبون با واتوا لا زراعته لبربو مجدا هبون بان قالوا لنا هذه سدلين أي لأجلنا واستحقاقنا هو لبو إيمة أما مستحقين بو خوشيان اللي يا أخوة يقول في بخشينا ولم يروا ذلك من فضل الله عليهم فيشكروه على الإتمام على إنعامه. كواتا دانقو بخومان مستحق الشان وإن كواهرتها كمان لوبي هو فضلي تياد فضلي خوانية كوا مشكوراني لسد بكين وكأنما بيمنة خوانشان أوان بخوان مستحقا تاكان بيت السري حيث فضلك ني أخوة يقول لي قال يعني كرد بيت انتاوك شكراني لقلبك. وكل معارج ضليل فإذا جاءت البلاد المصرية العطايا الربانية الحسنة كاتكوا بخششي خواي قورة بخششي تاكي خواي قورة بسر أولا تدابهات با من النعم والخيرات والخصب والأرزاق وإقبال من الدنيا أنواع ناز نعمة خيرات وأنواع هبوني ورزق خواي قورة بسر يعني داباران دباو الدنيا روي لأوان بكردبا لبو أوي كوا خواي تاقيان بيبكاتوا قالوا هذه لنا تنقول لبو إيمة جاءت من أجل إكرامنا من آلهتنا وراسي إيمة الرئيس من هي لاي برسترا وكان من إذ نحن أهلها ومستحقوها إيمة أهلي أوين كوا أو تاكان من بيب بخشريو إيمة مستحقين لبو أنازو نعمتانا
لأننا مستمسكون بعقائدنا فيها وقرابيننا لها. إما دسما بعقيدة باب بابيراني خوما قلت كوا عقيدة شرك وكفر بو واروا بو قربانياني كوا لبو برستراو كان ما عندي كين كوا طبعا برستراو بنحق كان يعني يتر أو هاي اللي داوا. وإن تصيبهم سيئة أجر سيئة أشياء بسر بهات باو كل قاسمي دلي شدة وتناخوشي وكل سعدي دلي قحط وجدب أجر نبوني وشك صالي رويتيا كردبان يطيروا بموسى ومن معه. وكل تفسير سعد دلي أي يقول إنما جاءت بسبب مجيء موسى وأتباع بني إسرائيل له. كواتا دانغو أجر هرنا خوشيو وشك صاليش بهات بارويتيا كردبان دانغو هموي السبب هاتني موسى عليه الصلاة والسلام وأوانيك ولقل موسى اتباعيان كردية لبني إسرائيل. وكل معارج دلي وإن تصبهم ولو نادرا أجر مصيبتي شيئا بسر بهات بكميش با نوازل ربانية سيئة كاللام پروردگاروا مصيبت ديت السر إنسان بناخوشي من شأنها أن تذكرهم بربهم وبواجباتهم تجاهه. لبو هندي خواهي قور دينيري كناخوشش دنيري تاوك پروردگاريان ببير بيني توا تاوكو بزانا واجباتيان سرشان بيسا بقرنو لا إخوة وكو كجدب وقحط وأمراض ونحوها وشك صاليو نبونيو نخوشيو أنواع مصيبات سيان دقو قالوا لسنا المقصودين بها براسي مصيبة لبو إيمان نهاتيا إنما المقصود بها موسى ومن آمن ومن معه. أخوي براستي بسبب موسى وأني لقل لبو أوان هاتيا إيماش لقل مبتلا بوينا فيطيرون بموسى ومن معه من مؤمني بني إسرائيل. إيتر فيطيرون بموسى دانقو همو نقبتيك لموسى ولا بني إسرائيل وأن إيمان فيهنا ويروجون في جماهير الشعب المصري أن هذه النوازل إنما جاءت بسبب موسى ومعه ودعوتهم الدينية. كواتا هر أو هاج روازيان بيد لناو كومالقاكيان لناو قلي مصر بويكوا أو مصيبتان هموي بسبب موسى ودعوة كي موسى لبو مانديتا فهم المقصودون بها أساسا وإن جاءت عامة أو مصيبة الأساس لبر أوان هاتية لبر نقبتي أوان والعياذ بالله إنزا بقشتيش هموماني قرتي توا. أي إن شؤم دعوة موسى وهارون واتا دانقود نقبتي أو دعوة بانقوازي موسى وهارون ديكن عليهم الصلاة والسلام وشؤم أعمال الذين آمنوا معهم من بني إسرائيل وهلوا النقبتي أو كردواني كوا إيمان داركان بني إسرائيل كوا لقريان دان هو الذي جلب هذه السيئة أو السبب أوانا كوا أو ناخوشيان من بسر دي إذ أغضبت آلهة آل فرعون لبرو الدعوة بانقوازكي موسى عليه الصلاة والسلام كارو كردوي أتباع كاني بويتماي توربوني برستراوكاني فرعون كبنا حق برستراون فأنزلت بهم هذه النوازل السيئة كواتا دانقو برستراوكاني فرعون أو مصيبتي هنا السلمان لبرو توريا لدعوة بانقوازي موسى هاروني لكارو كردوكاني أو كوا لقلي دانا يتر ومثل هذه التعليلات التي تقلب بها حقائق الأمور يتر أو ليقدان ويكوا حقيقة اشتكان دقوري توجد دواما لدى الكافرين والفاسقين في كل أمة دائما لهمو دور زمانك دا كافر فاسق أو حقائق كان دقورنو ليقدان ويش بيتوانا دا كان ليبعدوا عن أنفسهم تصور أنهم هم السبب فيما ينزل الله من سيئاتهم تاوكو لأخوان بدور خانوا أوان سبب أويبن كخواي قول سبحانه وتعالى بسبب أوان خرابي أوان خرابين السر أو أمة أو ملة خير دلين همو سببك موسى أو دعويك وأوديك وأتباعكاني كشمن كوتي أون والعياذ بالله يتلير ده حتى وقصي أوانا بلان خواي يقولوا عن رازك ألا إنما الطائر عند الله كالبرت أبون كان لير ده وستين ببشتواني خواي يقولا لو أنا ده تدين وخزمت أو آتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.